هتاكل ايه؟ أكلة مشهورة، نعم، بالفن. معجونة؟ ازاي؟ هتعرف هنا مع كل فزورة مطبوخة بأفلام وأغاني وكمان مسلسلات في فوازير. أكلة مفنونة. يا مساء السعادة والهنا، جيت لكم أنا مونيكا ميشيل، ويلا بينا نعرف حل طبق امبارح. والحل هو فيلم غزل البنات. وحالا هنعرف فزورتنا الطازة مع طبق جديد جواه أكلة مفنونة. الأولى صغيرة والأغلب سودة وتسيب أثر في الإيد، مش بتتقشر بس ممكن تتعصر، وطعمها عنيد، بين الحلو واللاذع لذيذة أكيد. والتاني رمز للهيبة وقت الجد، عمل قديم فيه العلايلي والجندي ومعاهم صبري على الخط، من كلمتين والواو رابطهم. ركز مع الطعم والردع هتعرف الاسم اللي جمعهم. والآن هنسيب الفزورة المفنونة وهنعرف عن الأكلة معلومة. وزي ما تعودنا هنسافر لزمن بعيد، هتلاقي إن ممكن تستخدم الأكلة دي بدل القلم. أيوة، هتستخدمه بدل القلم في الكتابة علشان غمقان لونه. ما كانش للأكل وبس، لأ، ده كان بيستخدم كحبر طبيعي وكمان ألوان للرسم، لأنه بعد ما بيستوي على الشجر كانوا ياخدوه يعصروه ويخرج منه 3 ألوان، أسود وأحمر وأزرق. وعلشان كده بقعته لو وقعت على هدومك وانت بتاكله دلوقتي مش هتطلع بسهولة خالص. ها، وصلت لحل الفزورة؟ طيب خمنت ايه هي الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس. ودلوقتي شبعنا على الآخر وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، وبكرة 7:30 بالظبط هاجي ومعايا الحل وكمان فزورة مختلفة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى، هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.